السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم تتبيلة وحيلة ديزاد. اليوم حبيبتي راح نشارك معاكم إحدى الوصفات التقليدية الجزائرية اللي هي وصفة طمينة الغرس ولا يقولوا له رفيس تونس، نسبة إلى مرأة جزائرية اسمها تونس اللي هي خدمته أول مرة، وكما يقولوا له ثاني الكعبوش. اليوم راح نعطي لكم الوصفة بمقادير جدا مضبوطة طبعا على الطريقة التقليدية، كيف تجيكم طرية وتجيكم دوب الفم وبنينة بزاف. إلا حبيتوا تنجحوا في الوصفة وتتحصلوا على طمينة الله الله يحكيوا عليها الناس، ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو الاخير بكل التفاصيل، وانا متاكده بلي راحين تعتمدوها. وقبل ما نبداو ما نساوش الصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبتي اذا كنتوا اول مره تشوفوا قناتي تتبيله وحيله ديزاد، ما عليكم غير تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، وتضغطوا على زر الجرس باش هكذا يوصلكم كل جديد. وكثروا لي من هذاك الجانب اذا عجبتكم الوصفه. مباشره راح نمروا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله نبداو مع بعض في الوصفه. اول حاجه نبداو بها هي السميد البنات، حنا نستعملوا في المنطقه نتاعنا في الشرق عموما نستعملوا السميد الرقيق، هذا هو السميد اللي نديروا به الطمينه. انا استعملت كيلو تاع السميد، الكميه اللي راح نستعملها هنا كيلو. راح نمد لكم كل المقادير مضبوطه، فقط تبعوا معايا للاخر. حطيت هذاك السميد في الطاجين تاعي، كما تقدروا تحطوه في مقلاة تحمصوها البنات، حاولوا تحمصوه كامل وفي نفس الوقت حاولوا تحصلوا على لون ذهبي، ما تحرقوش السميد نتاعكم. وطبعا قليوه على نار متوسطه، ما ديروش النار عاليه، على خاطر لو كان يتحرق السميد تاعكم ولا يحمر معاكم بزاف ما راح تجيكم الطمينه هذيك بنينه، وراح يجي اللون تاعها ماشي شباب. هكذا البنات، يعني ما نحوش يدينا من التحريك حتى نتحصلوا على لون ذهبي ويكونوا الحبات نتاع السميد نتاعنا كامل محمصين. هاد المرحله قادرين نديروها حتى في الفرن، وفي كل مره تجبدوا البلاطو نتاعكم وتحركوه حتى تحصلوا على لون ذهبي كيما اللي راكم تشوفوا فيه في الفيديو. هنا البنات بعد ما خلصت، وكما دائما تسقسيوني على النوع تاع الغرس اللي نستعملها انا، سواء في البراج ولا في المقرود ولا في الطمينه، انا نستعمل هذه الغرس نتاع نور طلقه. هذه النوعيه البنات راح تلقاوها منقيه مليح مليح مليح. هنا البنات كيما تشوفوني راني نستعمل، بديت نرطب فيها بيدي، يعني راح تلقاوها رطيبه، وفي بعض الاحيان تلقاوها نشفت شويه، سيرتو الا كان جابها مول الحانوت وقدمت له شويه راح تلقاوها شويه ناشفه. رطبوها شويه بيديكم فقط كما راكم تشوفوا. ونجيبوا السميد نتاعنا البنات. بالنسبه للسميد انا راح نحط نصف الكميه فقط، راح نحطه مباشره وهو سخون على هذيك الغرس. كما شفتوني حطيت نصف الكميه. نبدا ندخل في هذاك السميد مع الغرس مليح. العفسه هذه علاه نديروها، علاه ندخلوا السميد سخون في الغرس هكذا باش تجينا الطمينه نتاعنا طريه وتجي بنينه، يعني باش السميد هذاك راح يدي البنه نتاع الغرس. وكل ما والسر تاع الطمينه البنات هو العجن، كل ما عجنا الطمينه مليح مليح كل ما تحصلنا على نتيجه روعه. صدقوني البنات الا تبعتوا كل الخطوات اللي درت لكم في هذا الفيديو راح تحصلوا على واحد البنه خرافيه، تحصلوا على طمينه من اروع ما يكون. هنا البنات انا موالفه ندير خليط بين الزبده والمارغرين. في كيلو تاع الغرس وكيلو تاع السميد رايحين نديرو 500 غرام تاع المارغرين. هاد المقادير مضبوطه جدا. 500 غرام تاع المارغرين نبداو ندخلوا فيها في هذاك السميد والغرس. شوفوا البنات انا بعد ما عجنت السميد والغرس نتاعي يعني بردوا معايا. المارغرين ولا الزبده كما تقدروا تستعملوا الزبده تاع البقرات، ما تحطوهاش على السميد والغرس وهما سخونين، على خاطر لو كان تحطوهم عليهم وهما سخونين رايح اليدام هذاك راح يطلع لكم من الفوق وما يتجانسش مع الطمينه تاعكم، ما راحش تنجح لكم الطمينه تماما. في بعض التعليقات في القناه الاولى تاعي يقولوا لي علاه ديري السميد ما ديريش السميد سخون مع المارغرين. جربوها وراح تشوفوا كيف تجيكم الطمينه ماشي شباب، خلاص راح يطلع لكم هذاك الليدام فوق الطمينه وما يتجانسش مع السميد، ما تجيكمش الطمينه متجانسه. هنا البنات بعد ما تخلطت هذاك المارغرين مع الغرس ومع السميد،
خلطتهم مليح مليح حتى تجانسوا تماما. بديت نضيف الكميه تاع السميد اللي تبقات لي، نضيف فيها بالتدريج. بعد ما برد لي تماما راح نضيفه بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. بالنسبه ليا البنات انا خدات لي كيلو كامل تاع السميد. انتوما البنات حطوا بشويه على خاطر كاين سميد اللي يشرب، كاين سميد اللي لا. قادره ديرلكم كميه كامل وقادره تديلكم اقل، قادره تديرلكم اقل حتى بكاس ولا بزوج كيسان هكذا البنات، باش ما نكذبوش على بعضنا وما نقولوش باللي لازم الكميه كامل تاع السميد راح نحطوها. يعني حطوا عينكم ميزانكم. المهم الطمينه لازمها تكون طريه، الا درتوها ناشفه ما راحش تنجح معكم، راح تجيكم يابسه. خاطر بعد الطمينه كي تبقى رايحه تشرب معاكم ليدام، لازم نخلوها طريه هكذا البنات. هنا هاد المرحله اختياريه. انا زدت 2 ملاعق تاع العسل الحر، تقدروا تزيدوا العسل العادي وكما تقدروا تستغناو على المرحله هذه. انا كي ما عودش عندي العسل الحر ما نحطش العسل في الطمينه، يعني نخليها هكذاك راح تجيها حلو، راح تجي حلوه بنينه تهبل، على خاطر الكميه تاع الغص راها كافيه. هنا فقط حبيت الذوق تاع العسل، على بها زدتها في الاخر. وكل ما عجننا الطمينه مليح كل ما تحصلنا على نتيجه روعه. شوفوا الطمينه تاعي كيفاه طريه، يعني كي تهزوا الطمينه تاعكم تحسوها طريه مليح. هذا هو القوام اللي نحتاجوه في الطمينه. هنا نلمو الطمينه تاعنا ورايحين نديروها في صحن التقديم. تقدروا ديروها في القصعه كما تقدروا ديروها في الصحن، كما تقدروا ديروها في صحن عادي كما الطمينه العاديه اللي نخدموها. كل واحد كيف يحب يدير. انا حبيت نديرها اليوم بالطريقه هذه. نحطوها ونبداو نحلو فيها بيدينا. والطمينه هذه لازم تكون عاليه البنات، كل ما كانت عاليه كل ما كان الشكل نتاعها روعه. صدقوني يا البنات واحد البنه في هذه الطمينه لا تقاوم. السر تاع الطمينه البنات تاع الغرس في الطريقه، ماشي في المقادير ولا في الكيفيه. السر كامل في الطريقه، والسر كامل تاع الطراوه تاع الطمينه هو العجين. الا عجننا مليح مليح وخلينا الطمينه نتاعنا طريه راح نتحصلوا على نتيجه ولا اروع. دايما نفكركم البنات، اذا كنتوا اول مره تشوفوا قناتي هذه الجديده ما عليكم غير دعموني باشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش هكذا يوصلكم كل جديد. والى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من هذاك الجام، كثروا لي من اللجام باش هكذا يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين. هنا البنات كما راكم تشوفوا بديت نسوي فيها بالملعقه، يعني الطمينه راها باينه بلي طريه. كي تبداو تخدموا فيها تعرفوها بلي راها طريه. هنا البنات بعد ما سويتها راح نقطعها في شكل مقروضات، وكل واحد كيفاه يحب يقطع. تقدروا تقطعوها في شكل مربعات، وكاين الناس يديروها في شكل في ديبول هكذا يقولوا له الكعبوش. يعني كل منطقه في الجزائر تختلف الطريقه اللي يخدموا بها الطمينه. كاين اللي يديروها بالسميد الحرش، يعني كل واحد كيف يخدم الطمينه. احنا عندنا نديروها بالسميد الرطب ونديروها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. هاي لكم الطمينه تاعي بعد ما وجدت. شوفوا ما شاء الله من اروع ما يكون طمينه وعليها الكلام. تشهي يا البنات وشحيتكم في الجنه. إذا حبيتوا تنجحوا في الوصفات تبعوا فقط الفيديو الأخير بكل التفاصيل، وأنا متأكدة باللي تعتمدوها وشاركوها مع الأهل والأصدقاء والأحباب باش هكذا تعمل فائدة. إلى الملتقى.